السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيد نائب رئيس الوزراء المحترم، السادة الوزراء وأعضاء مجلس النواب المحترمون، الحضور الكرام، كل بشخصه واسمه ومنصبه وعنوانه، نرحب بكم أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا بكم. باسمي وباسم أهالي محافظة ديال نتقدم لكم بالتحية والتقدير العالي لتحملكم على السفر. أهلا وسهلا بكم بين أهلكم وأخوانكم. السادة الحضور، لا يخفى على الجميع أن محافظة ديالى تعد من المحافظات المهمة بعمقها التاريخي الكبير وموقعها الجغرافي، حيث تحتل موقعا متميزا وحساسا من خلال نسيجها الاجتماعي، وهي تمثل خاصرة العراق وبوابة بغداد. وفوق كل ذلك تعد من المحافظة الولودة التي أنجبت ولا تزال تنجب رجال الأبطال. فقد تحملت محافظة ديالى على مدار السنوات الماضية أعباء كبيرة جراء تكالب بحال الانتقالية عليها. وأود أن أبدأ حديثي أولا بما يمس حياة المواطن البسيط ويؤثر عليه وعلى مصدر رزقه وقوته إلا وهو الوضع الأمني. وهو بلا شك يعد اليوم الشغل الشاغل للسلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة ولجميع أهالي محافظة ديالى الذين يتطلعون للاستقرار والعيش الطبيعي. كما تعلمون أن محافظة ديالى هي أول محافظات انتقلت لتنظيم داعش الإرهابي، حيث تم إسقاط وزارة الأمنية والحشد الشعبي وابناء الأشياء الأربع صور الحدود والابتداء التي تكللت بالانتصارات وإعلان المحافظة خالية من الإرهاب. إلا أننا اليوم ورغم خلول المحافظة من تنظيم داعش الإرهابي نواجه إرهابا آخر يتمثل بالعصابات المسلحة التي تخطف وتقتل الأبرياء العزة، وأبرزها استهداف المنظمات الدولية التي تسعى إلى مساعدة أهالي محافظة ديالى. ومنها ما حدث يوم أمس من خطف المكتبة المتحدة في ديالى، ظاهرة خطف الأبرياء ومساومة دورهم على مبالغ مالية كبيرة ثم قتل المخطوفين ورميهم في الشوارع، أضحت ظاهرة تهدد السلم الأهلي في المحافظة أجمع. وإننا من موقع المسؤولية الأخلاقية والقانونية نقول بكل صراحة إننا نواجه مشكلة حقيقية في القضاء على هذه الظاهرة البشعة، لأننا علمنا نحن والقيادات الأمنية طيلة الفترة الماضية على التصدي لمديرية العنف والإرهاب والحد من هذه الأعمال التي تهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي للمحافظة. إذا أننا اليوم بحاجة إلى دعم سياسي ووقفة جادة من الجميع للقضاء على الظواهر السلبية، وهو موقف لا يقل أهميته من حامية البنادق والرافضين على السواتر، لأنه مكمل لعمليات التحرير. واستغل جلالتكم سيادة الرئيس وأنت ابن الباب المحافظة ديالى، وأطلب منكم شخصيا التحرك العاجل من أجل عقد سلسلة مؤتمرات على أعلى المستويات من أجل وضع حلول عاجلة وسريعة لوقف نزيف الدم والوضع حدا لما يجري من استنزاف موارد المواطنين وممتلكاتهم. أما ما يخص المهجرين والمناطق المحررة، وكما تعلمون سيادة الرئيس أن ناحية جلالة لا تزال خالية من السكان، وذلك لحجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنى التحتية والدوائر الحكومية، بالإضافة إلى تعرض عدد كبير من منازل المناظرين للهدم والحرق خلال عمليات التحرير. ناحية السعودية أنها تشكو من دمار هائل في دوائرها، ولم يعد إليها إلا عدد قليل من العائلات. الأضرار بالممتلكات والمال تعد مشكلة مشتركة تعاني منها جميع المناطق المحررة، نواحي العظيم وجلالة والسعدية وقرى سمسم والشروين ومنصورية الجبل والهارونية وقرى نلفة. سيادة الرئيس، باسمي وباسم اخوتي اعضاء مجلس محافظة ديالى اطلب منكم تشكيل لجنة نيابية عاجلة لزيارة المناطق المحررة والاطلاع ميدانيا على حجم الاضرار والدمار الذي لحق باهلنا ومناطقنا والمناقشة ذلك تحت قبة البرلمان. كما ناشد الحكومة الاتحادية بتخصيص مبالغ مالية لإعادة إعمار المناطق المحررة بأسرع وقت ممكن كي يتمكن النازحون من العودة إلى ديارهم التي غادروها منذ ما يقارب من عام. إننا اليوم نجتمع في هذا المكان وآلاف الأسر تحت الخيام غادروا برد الشتاء مستقبلين حر الصيف. النازحون اليوم يناشدون سيادة الرئيس أن تتحركوا بصورة عاجلة لإرجاعهم وإغاثتهم وتعويضهم عما فقدوه من أموال ومساكن ومزارع وبساتين. وأخيرا أن الحلول في ديار تحتاج إلى تكامل سياسي واتفاق من أعلى الهرم. سيادة الرئيس، السادة الحضور، ملفات وتحديات كبيرة، إلا أنني وددت أن أتحدث بأهم الأحداث والمشكلات التي تلمس حياة المواطنين. أولا على الإدارة. السيد نائب رئيس مجلس الوزراء السيد بهاء العرجي وعدد من الوزراء المعنيين بتقديم الخدمات، وكذلك عدد من السادة النواب من محافظة ديالى، وبحضور السيد المحافظ وكافة القادة العسكريين
قيادة عمليات دجلة، سيد قائد شرطة ديالى وباقي القادة الأمنيين. تم عقد مؤتمر بحضور أهالي المحافظة من العشائر ومن السادة والسيدات المسؤولين عن الدوائر الخدمية. تم بحث كافة الملفات الخاصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مشكلة النازحين وعودة المهجرين بسبب العمليات السابقة وبسبب القتال مع داعش. وبعد تحرير المناطق من هذه المحافظة لزاما علينا أن نعمل سوية وبشكل تضامني على تذليل كل المعوقات والصعوبات الموجودة لأجل عودة هؤلاء النازحين والمهجرين، والتي تمت هذه العمليات وتطهير هذه المناطق من أجلهم، من أجل أن يعودوا معززين مكرمين إلى مناطقهم. طبعا هناك مشاكل بالتأكيد، هناك معوقات منها تتعلق بما بعد العمليات العسكرية من مخلفات العمليات العسكرية أو بعض القضايا التي تتعلق بإعادة الخدمات وتأهيل ما دمر نتيجة احتلال هذه المناطق من داعش أو جراء العمليات العسكرية. تم الحديث والمناقشة واتخاذ التوصيات اللازمة من أجل أن يكون هناك خطوات جادة للعمل على إعادة المهجرين والنازحين. لا ندعي أنه الطريق ممهد أو سهل، بالتأكيد هناك مشاكل كبيرة. كما تعلمون أثر احتلال داعش لهذه المناطق حصلت بعض على كل المشاكل بين العشائر. أيضا نعمل سوية إن شاء الله بالتعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية على تذليل كل هذه الصعوبات وعودة النازحين إن شاء الله تعالى. طبعا من مجموع العوائل اللي نزحت اللي تزيد عن 15,000 عائلة تم عودة لحد الآن كما قدمت السيدة مديرة الهجرة والمهجرين في المحافظة بحدود 8,000، وكذا قيادة عمليات دجلة أكدت هذا الموضوع بحدود 8,000 عائلة تمكنت من العودة. لكن بعض المناطق التي لا تزال فيها عبوات، لا تزال فيها بعض المشاكل، أيضا العشائري محتاجين إلى حل هذه الأمور وحل هذه النزاعات. نعمل إن شاء الله على عودة الباقين إن شاء الله تعالى. معالي وزير الداخلية، هناك تداخل بين الملف القضائي وملف العشائري، خاصة تعرف حضرتك أنه أكو بعض المناطق أبنائهم تورطوا مع داعش. بالنسبة تم تشكيل لجنة حقيقة أمنية برئاسة السيد المحافظ ورئيس اللجنة الأمنية وأعضاء من الأجهزة الأمنية من أجل تدقيق المطلوبين أو الأشخاص الذين اشتركوا أو تعاونوا مع داعش من أجل إبعادهم وعدم فسح المجال أو عدم السماح لهم بالعودة، وبالنتيجة يسيئوا مرة ثانية إلى أمن المحافظة. سوف يتم تدقيق هؤلاء. لا أعتقد هناك المشكلة الأساسية في تدقيق الأسماء أو في فرز هؤلاء الأشخاص، وإنما المشكلة الأساسية اليوم وجود بعض كما قلت هناك بعض العبوات، بعض البيوت أو المناطق اللي مفخخة يجب إزالتها، وكذلك إعادة فتح مراكز الشرطة الذي هو بالتأكيد تمثل رمز للقانون والدولة. نعمل على توفير هذه الأجواء وهذه الإمكانات حتى تعود العوائل إن شاء الله. أنا في هذه المناسبة حقيقة أريد أيضا أتطرق إلى موضوع اليوم مهم تناولناه بشكل غير مباشر في هذا المؤتمر، وهو اليوم الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل بسط الأمن، من أجل سيادة القانون، من أجل حفظ أمن المواطن الذي يهمنا اليوم بالدرجة الأولى أكثر من أمن المسؤولين. اليوم شعار الوزارة ومنهجها كيف نعيد الأمن إلى المواطن ونجعل أمننا أمن المواطنين وليس أمن المسؤولين. هذا أمر مهم نهتم به بالوزارة اليوم ونعمل على إرساء هذا الموضوع. فلذلك لدي اليوم رسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صدق الله العلي العظيم. في الوقت الذي
يتعرض بلدنا العزيز إلى هجمة شرسة من المجاميع الإرهابية يخوض فيها الشرفاء من قواتنا المسلحة والأمنية والحشد الشعبي معارك العزة والكرامة، مقدمين أرواحهم ودماءهم فداء للوطن. تقوم مجاميع وعصابات خارجة عن القانون تدعي انتمائها أو ارتباطها بجهات سياسية أو فصائل جهادية بأعمال لا تقل خطراً على البلد وعلى أمن المواطنين من أعمال داعش. تقوم بعمليات خطف وقتل منتهكين بذلك القانون وكسر هيبة الدولة. اليوم فجراً أقدمت قوة مسلحة خارجة عن القانون ادعت انتمائها إلى فصيل جهادي بالهجوم على مركز الشرطة التاجي والاعتداء على الضباط والمنتسبين وتحطيم الكاميرات والأجهزة والمعدات وسرقة المشاجب وتهريب موقوفين متهمين بعمليات سرق وسطو واصطحاب الموقوفين بعد ذلك والهروب باتجاه سامراء. إننا الآن نحقق في الحادث للتعرف على الجنات والتأكد من انتمائهم، وإذا ثبت لدينا بالدليل القاطع انتماء هؤلاء المجموعة الإرهابية إلى جهة سوف لن أتوانى عن الكشف عن هذه الجهة أو تسمية تلك الجهة. ولقد باشرنا فورا بملاحقة المجموعة الباغية والهاربين وسنلقي القبض عليهم إن شاء الله تعالى. سنتخذ كل الإجراءات الكفيلة بردع هذه المجاميع الخارجة عن القانون والتي تسيء أولا إلى تلك الفصائل وإلى الشهداء وإلى تضحيات تلك الفصائل التي يدعون الانتماء إليها. تشيد وزارة الداخلية بكافة الجهات السياسية والفصائل الجهادية والمواطنين بدعم ومساندة القوات الأمنية وتقديم المعلومات التي تساعدها في ردع هذه المجاميع الإجرامية وإلقاء القبض على الجنات. شكل لجنة الآن تتابع بشكل ميداني. تم الآن التعرف على هوية البعض وسنتابع من خلال هذه اللجنة ومن خلال التحريات التي تجريها مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب لإلقاء القبض على هؤلاء بإذن الله تعالى. وأؤكد مرة ثانية أننا سوف لن نتهاون مع هؤلاء المجرمين أو تلك الجماعات، لأنه كما قلت أنها تسيء إلى أمن المواطنين أولا وإلى سمعة البلد وإلى سيادة القانون وإلى الإساءة إلى الفصائل الجهادية التي قلت أنهم يدعون أنهم ينتمون إليها وإلى شهدائهم وإلى تضحياتهم. سوف أؤكد أننا نلقي القبض على هؤلاء ونلقي درسا لمن يريد أن يتجاوز على القانون.